اصغر او من اصغر المعتصمين في ميدان التحرير. دينا احكي لي عن المطالب اللي مخليكي موجوده من امبارح لحد دلوقتي، والى متى هذا الاعتصام؟ اولا اهم حاجه في المطالب العدل، اساس الملك. فالعدل ده هيكون هو اول يعني طوبه هتتحط لبناء مصر. فلو انا ما قدرتش ان انا ابني مصر، دي اول نقطه. لو انا قدرت ابني عدل بعيدا عن الفلوس اللي احنا عمالين نجري وراها ونقول فلوس، احنا عملنا ثوره كرامه، مش مستنيين فلوس. الحاجه الثانيه ان يعني الناس اللي مش ماتت ان عشان مبارك ينقل مقر الخلافه بتاعه لشرم الشيخ النظام لم يسقط بعد. الدستور قعدوا يلعبوا علينا لعبه الاستفتاء، نعم ولا لا، عشان يفتتوا القوى السياسيه. كل اللي عملوه امن الدوله، قال لك تم الغاء امن الدوله وغيروا اسمه وخلوه الامن الوطني. امن الدوله ما اتغيرش بعد تخلي مبارك عن منصبه. الخميس اللي بعده انا كنت في امن الدوله، كنت انا عماله بتكهرب انا ومجموعه، كنا متاخدين انتوا من الكذب، انتوا بقى من الصور، وانتوا عمالين تشتموا ونتكهرب وبنتضرب 24 ساعه بيبدلوا علينا، بيضربوا فينا. فده امن الدوله اللي كان المفروض تم وقف عمله بعد تخليه يوم الخميس. بقى دلوقتي قال لك امن الوطني، وبقى امن الوطني هو نفس امن الدوله، مفيش اي حاجه اتغيرت. الكارت بتاع المجالس المحليه فضلوا سايبينه لحد اخر دقيقه عشان خاطر يقدروا يطلعوا البلطجيه علينا في اي وقت، زي ما حصل في مسرح البالون وطلعوا علينا البلطجيه ومسكوا، والداخليه مسكت ام الشهيد وضربتها. تقول له انا ابني انا كنت واقف، انا كنت موجوده ساعتها، تقول له انا ابني ام الشهيد احمد زين العابدين، تقول له انا ابني شهيد يا ابني، يقول لها انت وابنك وكذا يا مره يا كذا، ويشتمها بالفاظ انت ازاي ترضى ان امك حتى تسمعها او اختك تسمعها؟ ويضربها ويكهربها ويمسك اخوه يضربه ويكهربه واخوه يبقى مكانه في السجن. ازاي؟ كل الحاجات دي يخلينا ان احنا نرجع نقول ان النظام لم يسقط بعد. لما ابقى انا عيله عندي 17 سنه اتم 18 سنه في السجن الحربي لاني انا قلت كلمه حق، وقفت، انا قابلت المشير وقابلت 3/4 المجلس العسكري، وقفت قلت كلمه حق، الاقي اللي هو سعيد يقول لي روحي يا دينا عشان تتربي وتتعلمي الادب يوم 13 مارس. قابلتي المشير؟ قابلت المشير. طلبتي ايه من المشير؟ لما جه فتره ال 18 يوم كنت انا ماسكه جبهه المتحف عند عبد المنعم رياض، فطلبوا ولد وبنت من عند كل جبهه، دخلنا ولد وبنت. فانا دخلت قلت له حضرتك يعني عندك حاجه و70 سنه ورئيس الجمهوريه عنده حاجه و80 سنه، سيبوا الشباب يمسكوا البلد شويه واحنا نشوفوا لو ما قدرناش نعملها هنمشي ونسيبها لكم، بس سيبونا فرصه. قال لي تبع حزب ايه انتوا تبع ايه وكان هيغلط فيا. قلت له حضرتك انتوا خليتوا العيل ابو شخه شعره يشيب وخلاص يتكلم، انا مش تبع حزب، انا عندي 17 سنه. فكل الحاجات دي الناس دي يعني وصلتنا لمرحله الانفجار. عصام شرف البيان اللي قاله النهارده اشبه ببيان مبارك يوم الثلاث قبل موقعة الجمل، اللي هو طالع يستعطفنا ويتكلم يقول يا جماعه واعملوا وامشوا وبتاع. لا يا عصام يا شرف، احنا كل الوعود خلاص، احنا شبعنا وعود، 30 سنه في وعود، مش هناخد وعود تاني، احنا عايزين تنفيذ، لازم جدول زمني طويل المدى وقصير المدى. فين اللي هتعمله؟ انا يوم ما رحت لعصام شرف في مجلس الوزراء كان معايا ملف مهم على حرق، كان مصنع الاجرم اللي هو بتروكيماويات اللي هو اترفض في السويس ودمياط، رحت عشان اقدم له الملف. اصلا لما قابلت السكرتاريه بتاعته وقابلت الناس اللي عنده في المكتب واديتهم الورق، فجاه بعد ما مشيت كلموني، رحت هناك تاني لقيت انا مقبوض عليا، بيتحقق معايا تبع منظمه ايه تبع ايه، وكنت اخد 25 سنه قضيه تخابر. بعد تبع اي حزب او تبع اي ائتلاف؟ انا مستقله، لا انتمي لاحزاب ولا ائتلاف ولا اخوان، لان انا من رايي ان القوى السياسيه الفتره اللي فاتت كانت تمثل ضعف سياسي، يمكن بدات دلوقتي تمثل قوه سياسيه، لان المجلس العسكري لعب عليهم، كان يعني بيتفنن انه ياخد كل واحد على حده، الائتلاف على حده، الاخوان على حده، الاحزاب على حده، يبتدي يعمل معاهم اتفاقيات وصفقات علشان خاطر ينايم كل واحد ويخليهم يضربوا بعض، يشوف مين الاقوى، زي ما لعب في الاستفتاء يشوف الاخوان اقوى ولا بقيه الائتلافات. وهو ده اللي بيعمله المجلس العسكري، انه بيلعب معانا البيضه ولا الفرخه، الدستور ولا مجلس الشعب، نعم ولا لا، يتحاكم ولا ما يتحاكمش. هنقول له لا يا مجلس العسكري احنا عايزين الديك ولا البيضه ولا الفرخه، احنا عايزين المحاكمات. فين القناصين اللي ضربونا؟ فين يوم 9 ابريل ما اتحققش فيه ليه؟ فين الحاجات دي كلها؟ انت عمال كل الكلام ده بتقوله، الداخليه تمسكنا وتضربنا بوحشيه. واحد جاي بقاله 12 سنه ده في الكويت، لسه يوم ما ينزل نزل يوم الاربعاء رايح يقدم ورقه في الجامعه الامريكيه، يتاخد ويتمسك الامن المركزي. تمام. طيب انا سؤالي الاخير ليكي، في بيان انا عرفت ان هو هيلقى من كل المعتصمين في الميدان ده هيكون فيه البيان ده هيكون فيه ايه في البيان ده احنا مبدئيا الاعتصام ان شاء الله مش هيتفضل، لان الاعتصام هيفضل اعتصام مفتوح لحد تنفيذ المطالب ولحد ما يكون في جدول زمني ويكون في تاكيد على تنفيذ المطالب. ده بيان باسم حركه معينه ولا ده باسم المعتصمين في الميدان، كل المعتصمين مستقلين وحركات واحزاب. شكرا يا ياسمين، شكرا ضيفه جدا على